اما احنا لو نسيب كل حاجه تمشي كده زي ما هي، كل حاجه عادل. الاهلي خسر ماتش وامام عاشور بيلعب مع الاهلي اول ماتش عادي، اسكت بقى. لا ازاي؟ ده وش راح، ده لعيب تعبان ازاي؟ ده امام ده هو اللي كان رمانة الميزان في الفرقه. تعبان. تعب امتى امام؟ تعب امتى؟ اول هدف للنادي الاهلي طبعا رضا سليم، اسيست التعبان امام عاشور. اصله تعبان، اصله امام تعبان. ربنا يرزق نص ملعبنا كله بتعب زي التعب اللي تعبانه امام. شوف الراب اللي بغنيه ده فجأة. في النهاية يعني 1-0 للنادي الاهلي من تصويبه صاروخيه. امام عاشور نكشها لرضا سليم، ورضا سليم بوش رجله ارضيه صاروخيه، وهدف اول للاهلي في شباك المصري. وهنشوف ايه اللي هيجرى. في لعيب في المصري اسمه سمير فكري، بعيدا عن ان اسمه ينفع اسم سيناريست، مش لعيب كوره، هو كان بيلعب في الداخليه. الواد ده المصري خسران بسببه، ومش بسبب اداؤه السيء، لا بسبب حلفاناته الكذب. ايه يا سمير؟ ايه يا ابو سمره؟ ايه يا سمير مالك يا سمير؟ انت لعيب كويس، بس ايه كميه الكذب دي؟ انت تبقى داخل في بطن اللعيب وتقول والله ما لمسته يا كابتن، يا كابتن والله ما لمسته، لسه بتنفس اهو يا كابتن، والله ما لمسته يا سمره. هو انت بتعمل ايه يا امام؟ انت بتعمل الحاجات اللي كنت بتعملها معانا؟ يا ابني بتعمل الحاجات اللي كنت بتعملها معانا يالا؟ ده انت مزاجك عالي يا امام. هو انت طلعت من الناس اللي بيتغذوا على النقد؟ طلعت كده؟ طب نعمل معاك ايه؟ ما انا ما اعرفش يا امام، ما اعرفش امام عاشور عامل ماتش ولا كانه زانيتي مثلا، فاهم حاجه؟ وايه ولق وحق وبق وبتاع واسيستات وتصويبات. انطوني موديست حتى الان ما ينفعش تقول انطوني موديست، انت قول انطوني بس، هو لسه ما بقاش موديست. يعني هو انطوني بس، قول على انطوني موديست، ما تقولش موديست الثانيه دي، قول انطوني لحد ما يبقى موديست، لان احنا شايفين انطوني ما شفناش موديست لحد دلوقتي، لان الراجل جاله انفراد رسمي فهمي رسمي. افتكر الجمله دي عشان هنرجع لها. قد تكون هذه الفرصه تنقلب على الاهلي في نهايه المباراه، وافتكر الجمله وهنرجع لها. ترسيباو يحرز الهدف التاحي مش التاني، التاحي. 2-0 للنادي الاهلي. ترسيباو ونام شويه، يعني قال لهم سيبوني عشان مخنوق شويه، وقام نايم بعد ما جاب الجون الثاني. ايه الجون ده؟ ده انت من ساعه ما جيت الاهلي عايز تعملها مش عارف تعملها. الارض اللي في البعيده دي، الشوطه اللي بتبقى من على الطرف دي وتحطها في البعيده، يعني انا مش فاهمك جماعه. ما حدش يصدق ان ممكن بسبب فرصه انطوني ان الاهلي يحصل له حاجه. ما هو خلاص 2-0. انا اسف ان انا قلت كده. ايه يا امام ده؟ ايه يا امام؟ ولا ايه ده؟ ايه الاسيست ده؟ انت عامل الاسيست ده بميزان ميه؟ انت عامل الاسيست انت شايطها بايدك يا امام؟ مش احنا اتفقنا انك انت هتروح هناك تبقى نفسيا تعبان وكده وانت مش عارف ايه ده؟ الهدف الثالث للنادي الاهلي. ترسي بقى واداها حته حناجيله تقطس، اداها شغل الحناجيل وتقطس تاني. رجعت الحنجيله تاني من جديد، الحنجيله رجعت من جديد. الهدف الثالث للنادي الاهلي. بيرسي تاو بعد اسيست. هو مش اسيست، لا ما ينفعش اقول اسيست. امام بعد ما احنا عملنا عليه الحمله دي في الماتش الاولاني 2 اسيست. الماتش اللي بعده 2 قلت لك بيتغذى على النقد. نسيبه بقى، نسيبه احنا كده، نسيب امام في حاله خالص، ملهاش حل تاني. شوف الاسيست عامل ازاي، دخلها تو يعمل الحناجيله وتوأم عادل. هو ده اعاده الجول الثاني ولا ده الثالث بجد؟ اصل ده كده في ظهر ده على هو ده. شوف خد حسين السيد لجوه. ما هو الحزق ما بيجيبش نتيجه. هتلعب بحزق مش هيجيب نتيجه. خد حسين السيد لبره وبالراحه، قال له يا حسين مش عايز دوشه، انا ايدي خفيفه. طق الثالث. 3-0 للاهلي ولسه فاضل ايه؟ ربع ساعه كامله. طب انا كنت خلاص يعني عايز اصور وكنت بدات اجهز الدنيا. فجاه لقيت استاذ كريم فؤاد لاعب النادي الاهلي العائد من الاصابه حديثا بيعمل 1-2
من زمن عصر برشلونه 2008، فاهم؟ مع قفشه قفشه قام بكعبه انا عايز افهم، هي الكوره دي يا محمود يا جاد اللي شاطها كريم فؤاد وجاب الهدف الرابع للنادي الاهلي 4-0 في اول ماتش الاهلي في الدوري. اللي الكوره اللي شاطها كريم فؤاد دي هي خرمت بطنك نفسها. بس بالراحه بس يا محمود يا جاد، فهمني يا محمود يا ابو حنفي. الكرة دي عدت انا ما اعرفش هي عدت منين. طب هل جت في بطنك وعدت من بين رجليك، ولا هي عدت من بطنك نفسها؟ انا ما اعرفش، ولا انت مخنوق فقلت تسيبها؟ مش فاهم. المهم يعني انه 4-0، مش صفر بالصاد بالسي، 4-0 للنادي الاهلي. حسين السيد، انا قلت لك يا حسين، قلت لك من الاول، قلت لك من البدايه خالص يا حسين، من البدايه. ما علينا، تمام. هو في ايه؟ هو النور ما قطعش النهارده ليه؟ انا مش فاهم حاجه. هو لعيبه الحكم صفر الحمد لله. عندي سؤال واحد، لعيبه الاهلي وهي كسبانه 4 كانت رايحه تعمل ايه؟ انا عايز افهم، هل انتوا رايحين تاخدوا محمود جاد نفسه؟ يعني هتاخدوه معاكم بقى؟ ما هو 4-0 وبتهاجموا لسه، فايه؟ المهم يعني المباراه انتهت برباعيه نظيفه للنادي الاهلي، فمبروك للاهلي وجماهيره، وعرض لك لجماهير النادي المصري البورسعيدي، وانتظروا حلقه رباعيه على اليوتيوب بعد قليل. سلام عليكم.